السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في كل مكان ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم يا شباب عن تعليم سواقة اللودر 66 كتر بلر. الموضوع سهل جدا وبسيط، اللي عايز يتعلم حاجة هيتعلمها. لو حطيت في دماغك موضوع التعليم وانت غاوي معدات وغاوي ان انت تتعلم سواقة اللودر، الموضوع والله سهل وبسيط جدا. انا كنت زيكم وكنت يعني اقل منكم كده خالص، كنت بشوف شكل اللودر او حجم اللودر كنت بتهاب منه. لكن لما مارست الشغل وركبت على اللودر حطيت في دماغي ان انا عايز اتعلم، الحمد لله تعلمت والموضوع سهل وبسيط جدا. تابعوا معايا الشرح وهتتعلموا وهتستفيدوا ان شاء الله. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة يا شباب، قبل ما تشغل بتشوف المية والزيت بتاعة اللودر مظبوطين؟ تمام تمام. لو مظبوطين توكل على الله. كده اول حاجة هتشغل بالمفتاح، هتشغل اللودر اهو. ادي اللودر اشتغل معانا اهو. دي العصاية بتاعت الغيارات لقدام كده، اللودر بيمشي معاك لقدام، بترجع كده تموير، كده بترجع العصاية كده بيرجع معاك اللودر لورا. تمام كده يا شباب. دي الغيارات، ده الاول وده التاني وده التالت وده الرابع. طبعا انت ما بتشتغلش على الغيارات التالت ولا الرابع، شغلك كله بيبقى على الاول وعلى التاني. لو انت بتعبي رمل زي كده او شغال او حاجة بيبقى شغلك على الاول، بتدي الاول وبتعبي عشان العزم كله بتاع اللودر بيبقى في الاول. وطول ما انت شغال في الموقع زي كده بتبقى على الغيار التاني. تمام كده يا شباب. معانا هنا الدواسة بتاعت الجاز اهو، لما تدوس بيزود معاك جاز. ده فرامل برضو اهو، فرامل بتاعت اللودر. ودي الفرامل برضو بتاعت فاصل، لو انت هتغير الغيار بتدي سنة كده دوسة كده عشان يدي معاك الغيار. دي كده الاشارات كده، يمين بيدي معاك يمين اشارة، كده بيدي معاك شمال الاشارة. تمام كده. دول الملونات. الملونات يعني مش صعبين ولا حاجة، شغلك كله في اللودر بيعتمد على الاثنين دول. كده لورا هتجيب العصاية لورا، كده السكينة بترفع معاك لفوق. تمام كده. بتودي السكينة هي بتودي برضو معلش الملونة لقدام كده، السكينة بتنزل معاك لتحت. يعني كده لورا كده السكينة ترفع معاك، لقدام كده السكينة تنزل معاك. الملونة اللي جنبها دي لورا كده تعبي السكينة، تعبي اهو. لقدام كده السكينة هتفضي اهو، زي ما انت شايف السكينة بتفضي. تمام كده يا شباب. الموضوع سهل وبسيط جدا. ده برضو دي لو انت شغال باللودر وجاي تعبي رملة، ممكن تدي الغيار الاول من هنا. دي لقطة اسمها لقطة الغيار الاول. يعني لو اديته وداخل على العزم، بدل ما تدي الغيار من هنا وعايز تدي مثلا الغيار الاول من هنا، مفيش مشاكل، هو يرجع اوتوماتيك مع نفسه هيدي الغيار اللي انت كنت عليه. تمام كده يا شباب. دي العدادات كده بتاعة اللودر. ده عداد الجاز كده هنا مظبوط. لو قبل ما يجي على الاحمر يبقى انت عايز تفول جاز، قبل ما يجي على الاحمر عايز تفول جاز. معانا هنا ده العداد بتاع زيت الفتيس، لو كده هنا كويس، في النص برضو قبل النص كده برضو كويس، المهم ما يجيش على الاحمر علشان دي حرارة زيت الفتيس. دي اهم حاجة برضو. معانا العداد الثالث زيت حرارة زيت الموتور، حرارة زيت الموتور. هنا في الربع كويس، لو في النص برضو كويس. بعد النص تهدى بالمكنة شوية، ما تبطلش المكنة، لا انت تهدى بيها وتوقف اللودر بس ما تبطلوش لحد ما الحرارة تنزل شوية. وبرضو هنا معانا زيت حرارة زيت الهيدروليك، معانا زيت حرارة الهيدروليك. هنا برضو في الربع هنا كويس، في النص برضو كويس، قبل النص كويس. المهم ما يجيش قبل الاحمر بحاجة بسيطة. تمام كده يا شباب. ده معانا العداد بتاع السرعة. عداد السرعة طول ما انت ماشي مثلا بيديك سرعة ازاي ماشي على الكام كده. ده هنا الغيارات، يعني ده كده على الغيار التاني على حرف الان متنور. تمام كده يا شباب. الموضوع سهل وبسيط جدا والله، واللي عايز حاجة هيتعلمها ويركز فيها ويحطها في دماغه هيتعلمها.
كلنا كنا كده في الاول. مش عيب ان الواحد يتعلم ويغلط ويتعلم لحد ما يتعلم. الموضوع والله سهل وبسيط جدا. انا كنت واحد من ضمن الناس ان انا كنت بخاف اشوف شكل اللودر كده وحجم اللودر بتهاب، لكن لما مارست الموضوع وتعلمت وحطيت في دماغي ان انا اتعلم، الموضوع سهل جدا والله العظيم وبسيط. وان شاء الله تتعلموا وتبقوا قد الدنيا يا رب، والموضوع سهل وبسيط. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعملوا اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات علشان ناخدوا الثواب وانتوا تاخدوا الثواب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.